وهو أن الشيخ الألباني لما كان في عمان ومشيت أنا عنده تما وجلست معه مدة، ومنين كنت مشينا وأنا في دمشق، منين كنت ماشي نرجع من دمشق وداك الشيء قال لي نعمل فيها واحد الخير وشي في لك فيه أجر. قلت له الله يودي. قال لي أنا عندي شي فلوس هنا بعد بهم عيد عباسي لأنه شاجين، والعبيد هذا الفلوس هذو من الدار ديالو لأنه ما عندهمش باش يعيشوا ولادو مراتو كيعيشوا بخصاص، وأنا عندي بعض الفلوس هنايا، وكان إن شاء الله أرجع من الرحلة ديال الإمارات الشيخ الألباني. وأعطاني شي فلوس في واحد الظرف وقال لي وتصرف عندك يعرفوك البوليس أو يشوفوك. باقي نعقل. أنا قلت له هذا الظرف هذا اللي كاتب عليه أنت بيدك هنا أنا نزوله نخلي الفلوس عندي، وكان صحيح أن هذا ربما يعرفوه هنايا من الخطة ديالك يعرفوا عيد عباسي يركب حركة. وعبيت أنا ذيك الفلوس قالوا عبيته من ابن عبد اللطيف اللي هو كان يعمل في الحدث ديالو ديال إصلاح الساعات، أيوة قريبا من الظاهرية. وأعطيتهم له قلت له كيف هكيف، يعني فرحوا ذات الشيء في الساعة عباهم عبد اللطيف بنو عباهم نضرب الشيخ عيد وياسين الأولاد ديالو وزوجته مسكين، لأن كان هذاك ساعة رمضان بوطي هذاك المجرم هو اللي كان ساعة في شي سنين. بقى 15 سنة في السجن. اي مسكين حتى تأثرت في بصري ما شاء الله بزاف كاع. الشيخ عيد وياسين الأولاد ديالو وزوجته مسكين، لأن كان هذاك ساعة رمضان بوطي هذاك المجرم هو اللي كان ساعة في شي سنين. بقى 15 سنة في السجن. اي مسكين حتى تأثرت في بصري ما شاء الله بزاف كاع. نحن نتعجب لحد الآن أنه يعني باقي محافظ على الذاكرة ديالو. شيخنا اهتمامكم بالمخطوطات سببه